دي كانت عاصفة بشكل يخوف، وأنا قاعد في قسم الطب الشرعي قدامي كام ورقة وتقارير. سمعت همس بينادي حسام من ناحية مستحيل حد يكون فيها. الهمس ما كانش تهديد، كان كأنه حد بيصحصحني: مش كده، امسح. ساعتها فهمت إن المشكلة مش في المكان، المشكلة في اللي بيتكتب على الورق. أنا اسمي حسام، شغلي كاتب تقارير. بقعد جنب الدكتور الشرعي وهو بيملي ملاحظات الفحص، وأنا بسجل كل كلمة، توقيت، ملاحظات وخلاصة. شغلة تقيلة بس أنا اتعودت، ما بقيتش أبص كتير حواليا، ركزت في الورق وبس. لأن الورق هنا مش مجرد كلام، الورق بيقفل ملفات وبيفتح حكايات. في العادي الدنيا ماشية بنظام نور قوي، أجهزة شغالة، وطريقة كلام محفوظة. لكن الليلة دي المطر كان بيخبط في الشبابيك زي حد مستعجل، والرعد يخلي اللمبات تترعش. الدكتور نبيل كان عصبي، بيبص للساعة كتير ويقول خلص بسرعة، وأنا كنت بحاول ألحقه لحد ما حصل اللي ما كنتش مستنيه. النور قطع مرة واحدة، ثانية صمت، وبعدين نور طوارئ ضعيف اشتغل، أصفر وباهت. الأجهزة عملت صوت خفيف وبطلت. الدكتور زفر وقال المولد هيشتغل، بس المولد ما اشتغلش، وبقينا احنا والتقارير والهدوء اللي بيكبر فجأة. أنا مسكت القلم ولقيت إيدي تقيلة، مش خوف، إحساس إن المكان سمعنا. الدكتور نبيل كمل إملاء عادي جدا، كأنه بيقاوم فكرة إن في حاجة غلط. قال جملة عن الخلاصة وأنا كتبت، وأول ما القلم لمس السطر المهم الهمس طلع تاني، واضح، قريب: امسح، ده مش صح. اتجمدت، بصيت للدكتور، هو ولا كأنه سمح. قلت بخفة حضرتك سامع حاجة؟ رد بحدة اسكت واكتب. أنا ما بخافش من الصمت، بس بخاف من إن الصمت يتكلم. حاولت أكمل، كتبت كلمة زي ما اتقالت. الهمس رجع: مش كده، اكتب غير مؤكد. من غير ما أفكر مسحت الكلمة وكتبت غير مؤكد، وساعتها الهمس سكت، كأنه يتاح، كأن حد واخد حقه بجملة صغيرة. وأنا قلبي قال لي اوعى تفتح الباب ده. بعدها دخلت حالة تانية، الدكتور نبيل يملي وأنا أكتب، بس بقيت مستني الهمس. كل مرة أكتب صياغة جاهزة يجي التصحيح مش مظبوط، خليها عامة. الغريب إن التصحيحات مش بتكشف تفاصيل، بتمنعني أثبت حاجة مش متأكدة، كأن اللي بيهمس مش عايز انتقام،